علي. هنيئا لهم على هذه التربية، والبذرة بانت والحمد لله، بذرة قرآنية وأينعت إن شاء الله. أنت بمن تأثرت من القراء يا سيد؟ والله تأثرت بكثير من القراء، من ضمنهم في القراءة العراقية الحافظ خليل إسماعيل، وكذلك بعض القراء العراقيين مثلا القارئ سعيد حسين القلقالي، وكذلك القارئ الأستاذ صاحب العطار. جميل. كان له دور كبير. من هؤلاء القراء طبعا قراء يقرؤون بالطريقة العراقية. نعم. ولكن أنا سمعتك أنت قرأت بالطريقة المصرية، وكثير ما سمعناك في المحافل وفي المسابقات بأنك تقرأ في الطريقة المصرية. هل أنت تسمع الطريقة العراقية وتجيد الطريقة العراقية؟ نعم، كانت بداياتي في الطفولة كنت أقرأ بالطريقة العراقية، وإلى الآن باقية في ذهني الطريقة العراقية وأتلوها كذلك. يعني هي والطريقة المصرية تحذو حذو الطريقة المصرية في قراءتي اليومية، في تمريني اليومي لتلاوة القرآن. جميل جدا. ولكنك لماذا عرفت بأنك تقرأ الطريقة المصرية؟ أغلب المسابقات الدولية عادة أنتم جنابكم تسمعون المسابقات الدولية دائما يعتمدون القراءة المصرية. القراءة العراقية قراءة جيدة ولها يعني تاريخ طويل وجذور كبيرة، وكل العالم الإسلامي والعالم العربي يعرف الطريقة العراقية مميزة يعني. نعم. ولكنك أنت تقرأ في الطريقة المصرية لأنها معترف بها دوليا مثل ما نقول، وفي المسابقات العالمية لا يمكن أن تقرأ في الطريقة العراقية إلا وأن تقرأ في الطريقة المصرية. هل أنت شاركت في مسابقات قرآنية؟ أو قبل أن تجيبنا على هذا السؤال، بمن تأثرت من القراء المصريين؟ القراء المصريين كان كثير منهم أسمع لهم، وخاصة المرحوم أستاذ القراء المصريين مصطفى إسماعيل، الأستاذ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه أستاذ القراء، وكذلك الأستاذ الشيخ متولي سيد متولي عبد العال، وكذلك الشيخ الشحات محمد أنور، والآن حاضرا نسمع دائما إلى الطاروطي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. نعم، قارئ مجدد. نعم أحسنتم. وكثير من القراء المصريين. ماذا رأيت في القارئ مصطفى إسماعيل؟ القارئ مصطفى إسماعيل يمتلك روحية عجيبة أثناء التلاوة، فكأنما يصور الأشياء أثناء التلاوة، يصور الشيء. يعني إلى الآن أتذكر يعني طرحت هذا السؤال، قرأ في سورة يوسف، في عندنا التلاوات عندنا حفص عن عاصم وكذلك ورش عن نافع إلى آخره. بلي. فقرأ بسورة يوسف في عدة قراءات. بلي. فقال وأكله الذئب، فقال الذيب، فقال أثناء القراءة وأكله الذيب. فأحد الجالسين سمعته قال يا خرابي بالمصري يعني، فكأنما عاش الحالة في اللغة المصرية. سمعته يقول الحالة المأساوية، فكأنما هذا الإنسان الذي كان جالس في مجلس الشيخ مصطفى إسماعيل كأنما صور له أنه دخل في هذا الجو، دخل في هذا العالم. أحسنت. هكذا يمتاز القارئ مصطفى إسماعيل، وهذا شيء معروف عن القارئ الكبير رحمة الله عليه هو القارئ مصطفى إسماعيل. هل